مش كل حاجة تتفرجي عليها تروحي تجربيها. اصل بيني وبينكم التجربة في الوقت ده بقت مكلفة شوية، خصوصا لو بعد كده الوصفة لا قدر الله باظت منك. انا النهاردة جاية لكم هجرب لكم كل التجارب اللي انتوا بتشوفوها، وفي اخر الفيديو هقول لكم اذا كنتوا تجربوها ولا لا. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير، ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. معايا نص كوبايه من الحليب، عليهم ايه؟ عليهم معلقتين من الحليب، يعني هتجيبي نص كوبايه وعليهم معلقتين عشان ده المقدار الصح. معلقه كبيره من الطحينه وشويه توابل، ركزي معايا في التوابل عشان يطلع معاكي الطعم مظبوط. فلفل اسود، كاري، بصل بودر، توم بودر. اهم حاجه تضيفيها معانا النهارده هي الكبيبه الصيني، معلقه كبيره من الكبيبه الصيني، وكمان 3 معالق كبار من الدقيق، عليهم عدد 2 بيضه بدرجه حراره المطبخ. هنضيف عليهم 300 جرام من الصدور الفراخ المتقطعه بالشكل ده اللي انتوا شايفينها معايا دي، وكمان هضيف عليهم الجبنه الكريمي. بصوا يا جماعه، الجبنه الكريمي دي ممكن تشتروها سايبه من السوبر ماركت، يعني مش شرط خالص تروحي تشتري كوبايه جبنه كريمي علشان تعملي وصفتنا النهارده. تشتروها تمن مثلا من السوبر ماركت هتقضي معاكي الغرض. هضيف 3 معالق كبار، والمكون ده كمان بيضيف معاكي في الطعم، فلازم تعملي الميكس كامل متكامل. هتضربيهم ضربتين حلوين قوي لحد لما توصلي للقوام ده. خلي بالك وهتشوفي معايا دلوقتي ان القوام اللي معانا مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، قوام مظبوط عشان يطلع معاكي اللانشون اللي احنا بنعمله النهارده ناجح. بتجيبي بقى ايه؟ الكوبايات الحلوه دي، والكوبايات ديت بتستحمل الحراره. دي انا مش شارياها، دي كانت كوبايات جبنه، فانا بغسلها وبستخدمها، بعمل لها اعاده استخدام مره اخرى. طب انتي ما عندكيش كوبايات ديت، هتعملي ايه؟ هتجيبي ستريتش رول وتعملي نفس الخطوات اللي انا بعملها بالظبط. هتضيفي الكميه كلها وتعمليها على شكل رول كده، وتفضلي ان انتي تبرميها، وبعد كده تقفلي عليها وتروحي مقفله عليها بورق الفويل. طيب لو انت عندك الكوبايات وعايزه تعملي زي ما انا هعمل النهارده، بتعملي للكوبايه طبقه من الزيت عشان ما يلزقش معانا لما نيجي نخرجها من الكوبايه، وبتبتدي ان انت توزعي وتدبدبي كويس قوي علشان انا عايزه كل الفقاقيع او الهواء اللي فيها يخرج. وبتاكد كمان ان الهواء خرج منها، ان انا بجيب عصايه الشيش طاووق دي وافضل اقلب اي حاجه بقى فقاقيع ولا اي حاجه تروح ايه تخرج منها على طول. بغطيها بورق الزبده الاول وكمان ورق الفويل، علشان انتوا عارفين طبعا ان ما ينفعش الاكل يلامس ورق الفويل. بتقفلي عليها كويس جدا جدا بعد ما بتوزعي الكميه كلها. اللهم بارك، يعني ما شاء الله. ال 300 جرام الصدور اللي احنا استخدمناهم عملوا لي 2.5 كوباية بالحجم اللي انتوا شايفينه معايا ده، يعني بصراحه يعني كميه حلوه ومعتبره. انا دلوقتي ينفع استخدم بدل الصدور وراك؟ لا، احنا الافضل نستخدم صدور، يعني خليكي ماشيه كده ايه حلو علشان النتيجه تطلع حلوه. بتجيبي حله عندك على النار، بتضيفي لها فوطه مطبخ تكون فيها 2 كوباية من الميه، وتسيب الميه تسخن شويه، وبعدين تضيفي الكوبايات وتغطي حلو قوي على نار متوسطه لمده 50 دقيقه. بعد ال50 دقيقه بترفعي، وبعدين تشوفي هل الخليط اللي احنا عملناه او اللانشون اللي احنا عملناه النهارده ده استوى. هتاكد ازاي؟ بعصايه الشيش طاووق. لو ضفتي العصايه وطلعت نضيفه معاكي يبقى انت كده تمام. هترفعيهم من على النار وتسيبيها لحد لما تبرد خالص، ويا ريت كمان بعد ما تبرد تضيفيها في التلاجة وتبتدي تفرغيها لو انت هتعملي في الكوبايات. اما لو هتعمليها في ورق الفويل والاسترتش رول فمش هتضطري طبعا انت تعملي الخطوه دي. اللهم بارك، الشكل ايه؟ حاجه كده بقى اخر روعه، حلوه جدا. واقول لكم على حاجه، انا ما كنتش متخيله ان هي ممكن تطلع من الكوبايه لحد وانا بعملها، وبعد ما فنشتها كمان قلت يعني انا شاكه ان هي ممكن تلزق في الكوبايه ما تطلعش منها، بس الحمد لله هي طلعت من الكوبايه تمام. تعالوا نقطع بقى ونشوف النتيجه. بيني وبينكم كده انا جربت وصفات عايزه اقول لكم كتير جدا جدا لللانشون، اشي بقى ببيض وشي بجبنه نستو، وشي من غير فراخ وحاجات، وبلحمه مفرومه وبالوان واشكال، بس كانت كل تجربه ما بتدينيش النتيجه اللي انا عايزاها او اللي انا باكلها الا التجربه دي. خليني صريحه معاكم، الطعم النهارده بتاعنا ده مختلف شويه عن اللانشون ان احنا بنشتريه من بره، بس قريب جدا جدا منه. يعني انت لما هتيجي تدوقيها هتحسي ان هو فعلا لانشون زي اللي بناكله او مقارب شويه من اللي احنا بنشتريه من السوبر ماركت. انا كده خلصت فيديو النهارده، وكفايه جدا جدا ان اللانشون ده بدون مواد حافظه. عايزه اقول لك طبعا ان الكميه اللي معانا ديت مش هتقعد معاكي كتير، لان احنا مش ضايفين لها اي مواد حافظه خالص.
لو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير وشير كتير، بحبكم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.